قال لي حكيم في ذات مرة: يا أسامة يا ولدي، علشان تحل مشاكلك لازم تعرف عيوبك. قلت له: حاضر يا عم الحكيم. الرسالة هنا لجمهور الزمالك. لقيت لك الصورة دي بص لها كويس، لا بص لها كويس. لقيت لك الصورة دي في بيجات كبيرة وزملكاوية تقال وليها جمهور، والناس بتعمل كومنتات. بيقول لك ايه بقى؟ الجيل ده رغم ان هو كان الجيل ده مبدئيا يعني جيل ميح، هو بيمهد لك الطريق. ايه اللي حصل؟ اتعادلوا مع الاهلي رايح جاي. الله الله يا فخر الجيل. ولكن كانوا رجالا. الله، يعني هم لما بقوا رجاله قوي اتعادلوا مع الاهلي رايح جاي. انت بتعايرنا ولا انت بتضرب اللي موجودين دلوقتي المثل بايه اصلا؟ انا مش فاهم. يعني انا مش فاهم انت عاوز ايه. يعني اللاعب دلوقتي يعمل ايه؟ يتعادل مع الاهلي رايح جاي؟ ده الطموح اللي انت عايز توصل له؟ طب ايه؟ طب لو اتهزم ماتش واتفاز ماتش يبقى عادي، ولا لازم يتعادل مع الاهلي رايح جاي ولكن كانوا رجالا؟ انت عارف، انت طموحك عارف زي ما واحد كده ايه، امه ماسكه الواد نازله فيه ضرب علشان جاب 20 من 50 في الكيمياء، وتقول له بص على ابن مش عارف جايب 25، جايبه له واحد فوقيه ب5 درجات، طموحها على قدها. مش تجيب له واحد بقى جايب 49 50، لا. اهو احنا كده جايبين جيل تعبان بنضرب بيه المثل لجيل ميت. ما هو المثل بيقول لك ايه؟ تعبان وميت. مش تجيب له بقى جيل قوي كسب الاهلي رايح جاي، قطع الدنيا رايح جاي، لا. ولكن كانوا رجالا، دي بين قوسين في الاخر كده. فانت بتعاقب جيل دلوقتي اللي هو دونجا والسيسي والعالم الكسر دي بجيل كسر ولكن كانوا رجالا. الله الله، يا طموحها حلوه وزي الطير. استمروا، الزمالك ده هيبقى في حته تانية. هيطلع فوق زي الصاروخ ان شاء الله، هيطلع.